السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا خير. حبايبي واخواتي صباح الفل، يوم جديد وحلقة جديدة. وتعال اول كده جاري نصبح على الحاج احمد. الحلقة دي والله رجالة تاني مرة تتصور يعني تاني مرة تصور بسبب مشكلة حصلت في الفيديو. حبيبي يا حاج احمد صباح الفل يا جميل، اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ بص يا شباب، طبعا انا عندي فوق بسم الله ما شاء الله طريحه حمام او شبابات 25 شاب، فكين تلاتات واربعات. ال 25 شاب دول رجاله النهارده عملوا مفاجاه. هم طبعا ما شاء الله عليهم بيمشوا، وكلمه بيمشوا يعني بيتحركوا من فوق دماغنا، ما بتشوفهمش ماشي، ويختفوا من عينيك من على عينيك. هقول لك دلوقتي ازاي تخليهم يمشوا. الحمام ده رجاله مشي راح بلد تانية جنبنا. انت عرفت منين يا وليد وفهمت الكلام ده ازاي؟ الحمام ده رجاله راجع بفرد حمام زاجل بيور من بلد تانية. هقول لك دلوقتي على اسمها، خليها مفاجاه في نص الفيديو. هقول لك دلوقتي على اسمها، وهنقول على اسم صاحب الفرد، وهنقول على رقم تليفونه علشان يجي يشرفنا ياخده مننا. او انت يا حاج احمد حتى مشكورا تتصل عليه ويجي يشرفنا ياخد الفرد مننا. قبل طبعا ما احكي لك النهارده ايه اللي حصل والكلام ده كله، ليه معاك الاول كلمتين. انت كغاوي لو عايز تعمل زغاليل، ازاي تعمل زغاليل وتخليها يمشم من فوق دماغك. والزغاليل خلي بالك من الكلام ده كويس، عمرها ما تمشي ولا تتحرك من فوق دماغك غير لما يجهزهم. يعني ما تجيش تقول لي دي زغاليل فكه واحده وبيفركشهم وهيمشوا، عمرهم ما هيمشوا. تمام؟ في نقطه مهمه الاول عايز اقول عليها. احنا دخلنا رجاله في الحر، انا النهارده نازل اروح اجيب فيتامين سي يومين في الاسبوع على الاقل. دي نقطه. النقطه الثانيه، خليك دايما رايحين بالحمام. احمد انت كنت بتفتح الحمام ده الساعه كام؟ بفتح له الساعه 7. انت امبارح لما طلعت لقيت الجو شرد قوي وصعب قوي، عملت ايه؟ انا طلعت الساعه 6:30 كده، وقفت في البلكونه لقيت الصحب نازل كده. طبعا ليه اسباب الحمام معايا؟ ما يقدرش فرد الحمام، ما يقدرش. اليوم اللي قبله كانوا هيكونوا مني. هو مش لعيب يعني. بيصعب عليا يا احمد والله العظيم. الناس يعني في ناس المشكله ان هي بتغفل الشاب الصغير او بتغفل الناس المبتدئه. تطلع تقول له زغالك لازم تبقى رجاله، زغالك لازم تديلها فوق دماغها، لا زغالك لازم تقرص عليها. يا عم اقرص زي ما انت عايز بس يكون الجو حلو. ما انت بتقول لي انا بقرص، تيجي تبص تلاقي الحمام كله ركن منك. هو لو الجو حر زي ما احنا، لان انا قاعد مش طايق نفسي. طبعا لو الجو حر كده انت تقعد في الشمس 5 دقايق؟ لا يمكن اطيق ازاي؟ لا يمكن. فهي الحمام كده، الحمام لازم بص يعني بمعناها كده ترحمه. ارحم فعلا، ارحم الحمام، ارحمه، افتح له ماشي. هيعمل مشواره، جه اقفل عليه، احبسه ماشي. انا ورايا 10 زغاليل هم، انا اقسم بالله العظيم شايل الشبكه عليهم ومسيبهم بس كده ايه في اللوفت كده، والله ما طلعتهم لان الحمام اصلا واقف وهو مش قادر يقف، واقف عمال يلحلح. فهتطير ايه وهتطير فيه ايه ماشي. فخليك زي ما احمد قال كده كلمه جميله قوي، رايحين بالحمام. هنحكي ونقول دلوقتي حكايه الزاجل البيور اللي الحمام رجع النهارده بيه من بلد تانية. بس قبل ما نحكي ونتكلم هقول لك على معلومه مهمه جدا. ده زغلول. يعني ممكن مثلا يكون الحمام راح هناك بس الزغلول ده ما يجيش مسافه دي كلها. هقول لك الزغلول ده يجي ازاي. انت مطير لي في وسطهم قرد، وانت حاطط لي في وسطهم قرد. انت حاطط لي في وسطهم اصلا فرد عادي. كنت عملت حلقه رجاله من حوالي شهر كده، وفي ناس اتريقت عليها في الكومنتات، وانا ما عنديش مشكله. قال لك هو في حد يحط زاجل في وسط وزاره؟ يا جماعه الزاجل ده محطوط بهدف، الزاجل ده محطوط لهدف معين. احمد هيقول لك عليه دلوقتي، لان احمد اللي بيشوفه هو بيعمل ايه. انا مش حاطط كمان اي زاجل، انا حاطط فرد زاجل بيور، ابوه وامه من بره، ابوه من بلجيكا وامه من اسبانيا. شوف، ابوه بلجيكي وامه اسباني، تمام. ابوه وامه من بره من الحمام اللي كان جاي على مركب، تمام. وطالع ذكر وعلى ريشه واحده وفرد محترم. وهقول لك دلوقتي مطلعينه ليه يا جماعه. فرد حمام الزاجل فرد حمام شخصيته قويه. الزاجل بيعمل ايه قدامهم يعني؟ انا موضوع الزاجل ده انا ما كنتش بطير زواجل في وسط ولا بيطلع فرد زاجل في وسط الدنيا. لا انا ما بطلعش الكلام ده. كنت قاعد مع واحد صديقي من قدام هنا شويه يعني، فبقول له لا يعني انت ليه مطير في وسطهم واحد زاجل؟ قال لي بص، عاوز الحمام ده يعني انا اقصد باللفظ يعني يكون سبرسي. الله
قال لي بص مش حد يعرف يعلم عليهم، قال له حط في وسطهم واحد زاجل في الاول، قال لي هيغربلوا وده كانت الفعل وده كانت الرؤيه صح، كلامه مظبوط، رؤيته صح. حطيت في وسطهم واحد زاجل، والله العظيم انا ساعات بفكر لما بيمشوا متاخرين بقعد ابص على الزواج اللي بتعدي احسن هيرجع هو يضيعها. ايوه فعلا من كتر اصلا جريهم يعني هم انا بامانه دي احلى طريحه اتبسطنا منها المره دي يا احمد، دي احلى طريحه. ليه بقى؟ انا ساعات بشوف هو بيجري قدامهم هو هيضيعهم. الزاجل الرجاله اللي بيربي زاجل يعرف الكلام ده، هو ليه طريقه طيران كده معينه تلاقيه ور 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 مش زي الأوزار يا احمد على جنابه كده ساعات باكله كده وانا باكله كده اقول له بالراحه عليهم يا معلم. بالراحه عليهم. هو فعلا انا حاسس ان هو فيهم هيسلمهم كده هيضيعهم وهيجيب بعضه، هو ده راجع بيطلع قدامهم والله العظيم اعمل كده كده ويجروا قدامهم. يجروا قدام هم حافظينه. انت وليد انت واحمد عارفين من ايه؟ معلش انا والله اصغر واحد فيهم. ايوه يا ابني الزواجل يا ابني بنبشرها 3 ايام بعد كده يفتح لهم بيمشوا. بص يا شباب انت عرفت منين اللي هو اللي ياخدهم ويمشوا الشرك بتاعهم والكلام ده كله؟ لان فرد الحمام الزاجل فرد حمام شخصيته قويه على بيت الحمام يعمل ماشي، مش شخصيته قويه على اخواته لو كلهم زواجل، انما مع شويه وزار لا يبقى هو شخصيته اقوى واحد فيهم. تمام؟ وانا من هنا ورايح كل طريحه وزار هطلع في وسطها فرد واحد. بقول لك ايه لا يا عم انا بقول لك ما انا جربنا اهو. انا تجربه. انا ما ممشيش عندي حمام زي الحمام دول بالطريقه دي. لا الحمام كان يمشي عندنا 10 دقايق ربع ساعه ويرجع وما يمشيش. الحمام ده بيرجع يمشي يبص عليا ويكمل، يرجع يبص عليا ويكمل. ما شاء الله ان شاء الله رجاله. في يوم هبقى اصحى بدري الساعه 6 مع احمد اوريكم الحمام ده واحنا بنفتح له دب 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 خد بعضه ومشي. طيب اللي من المنصوره وعارفني يعرف ان احنا في اخر البلد، يعني انا في منطقه اسمها اخر شارع عبد السلام. عارف الحمام ده النهارده يا رجاله كان في متعنطر، دي بلد جنبنا يعني بلد جنب مدينه المنصوره. الحمام ده اختفى النهارده نص ساعه وراجعين بالفرد الزاجل البيور ده. هوريك الزاجل البيور وهنتصل بصاحبه وهيجي ياخد الفرد ان شاء الله. بس قبل ما اوريك الزاجل وقبل ما اوريك اللي عملوه النهارده وقبل ما نشوف احمد النهارده مسك الفرد ده ازاي واقول لك انا مش هسيبه ليه، هقول لك الاول ازاي انت كرياوي مبتدئ ده زغلول ومع ذلك يعني ايه ما فيش مرتين حطه قام مركب وقام قالب نفسه ويجي يحط هنا على صنعه وتكرش وراه تاني حط قام مركب وقام قام تكرش وراه تالت 3 مرات قام حاط. لان في الغالب يعمل الحمام ده طاير من اللفتات ما يبقاش طاير من ظهريه، فعشان كده مش عايز يحط لا هو غبي. هو طاير من اللفت اصلا المفروض ما يحطش. لا استنى لا حاسب يا عم ده زغلول يا احمد ده عيل. بقول لك يا عم وليد انا معترض. احنا لما كنا بنطير الزواجل هنا كانت بتحط على اللفت ما كانتش بتحط في حته ثانيه. ماشي يا عم احمد بس ده برضك عيل صغير واتلخبط. لا مش هشتغل صغير يعني انا فاهم ان هو صغير ولا كبير. انا عارف انت الفرد عندك غلطه واحده بس انا بلتمس له العذر لانه عيل صغير وجاي من منطقه وجاي من مشوار يمشي واتلخبط واتبرجل. يمشي يا عم ده جاي من بلد ثانيه يمشي برضه. طيب هنطلع فرد الرجاله ده. الزواجل تمشي وتروح. الزواجل يروح يروح. بص يا رجاله طبعا هو فرد حمري او بيسموه طوبي مش بديري بقى. البديري افتح من كده شويه احمد ده حمري كده ده بيسموه طوبي او فرد حمري كده ماشي. اهو رجاله فرد زاجل بيور قصير محترم صدره عريض من قدام فرد خاسس وليه مع صاحبه عتاب لان هو المفروض الزاجل يبقى صحته افضل من كده بكتير ماشي. زغلول اهوت يا رجاله ما فكش ريشه ولا رمى حاجه. مش رامي يا احمد مش رامي حاجه اهوت يا شباب. اسم صاحبه ايه بقى؟ اسم صاحبه فاضل جمال حسن. فاضل جمال حسن الدبله يا شباب فاضل جمال حسن. طبعا انا اول مره ابين الدبله الفرد حام انا ماسكه اهو. فاضل جمال حسن من متعنطر وده رقم تليفونه طبعا هكلمه وهتواصل معاه هيجي يشرفني ياخد الفرد الزاجل بتاعه. طيب دي جزئيه.
ماشي. احمد طبعا سبق الاحداث وحكى اللي حصل لفرد الحمام ومسكوا ازاي، ومشيوا نص ساعه النهارده وجم. بس انا عايز اتكلم معاك كلمتين بقى. الحمام اللي فات مثلا ساعه ونص. ساعه ونص. في الحر ده انا لما مشوا نص ساعه وجم قعدوا هنا يجي بتاع 10 دقايق وهم حطوا. انت قلت كلمه جميله قوي احمد، خليك رحيم بالحمام. الدنيا لما حطيتهم انا حطيتهم. طيب انا كغاوي بقى يا احمد حطيتهم بقى وقعدت ايه يعني ايه كرشه وحط كرشه وحط كرشه وحط. فاهم ازاي؟ طيب انا كغاوي انا عايز اعرف انت كاحمد ازاي بتعود الحمام ده ان هو يمشي، لان انا بعمل يا عم طريحه الزغال اللي بتضرب فوق دماغي لحد ما يصوموا ويبقوا كبار وبتضربوا مني كمان وبقوا خايبين وبتاع. بص الحمام اللي يمشي اللي يتضرب في 60 دقيقه. اللي يتضرب ده ما تسالش عليه. اللي هيتبقى حديد تشرب. طيب تشرب مجرم، هيبقى مجرم. بص يا عم احمد، في ناس تقول لك انتوا ازاي بتمشوا الحمام كده، او بتخلوه يعمل مشاوير كده ازاي، او يخش بلد تانية كده ازاي. تثبيت الميعاد. واحد هات ورقه بقى واكتب ورايا تثبيت ميعاد الفتح. يعني مثلا بتفتح لهم يوميا الساعه 7 الصبح، عامل زي الدرس كده، يبقى يوميا الساعه 7 الصبح. دي حاجه. الحاجه الثانيه تثبيت الكلفه. وكلمه تثبيت الكلفه تثبيت كميه الكلفه. يا جماعه احنا بناكل الحمام فوق بالحبايه، بناكلهم بغطا اللهم صل على النبي، بغطا كاكولا او غطا دواء او الكلام ده كله. المهم تثبيت كميه الاكل لكل فرد حمام، لا يخس ولا يزيد، واللي كاله خلاص وعارف ان هو بكره طالع هيعمل المشوارين ويدغدغ الدنيا. ثالث نقطه قلنا تثبيت الميعاد، تثبيت الكلفه. ثالث نقطه ايه؟ الفرد الحمامي ينزل من على العرق يتحبس، ما يقعدش كتير. قعد كتير الفرد باظ. بيمشوا بقى ازاي اول مشهانهم ازاي؟ مش عافيه. الموضوع مش عافيه. مش هيمشي، يجهز يمشي. يجهز يمشي. ما تجيش تقولي ده فاكين واحده ومفركشين وعايزين يمشوا، لا، بالترتيب كده رجاله. بفتح لهم الاول بيبان بينزلوا على الارضيه، بعد مرحله ثانيه بفتح لهم البان بيقوموا طالعين على العرق، بعد كده بفتح لهم الباب بيقوموا طالعين كده على طول، هم ما يقوموش على العرق ولا يقفوا في الارضيه ولا الكلام ده كله. بعد كده بيفركشهم، بعد كده بيشوطهم، بعد كده بيبداوا يلمهم، بيرجعوا يفركشوا تاني، يرجعوا يلمهم لحد ما يجهزوا خالص. انت هتيجي في يوم وانت مثبت الكلفه ومثبت ميعاد الفتح، هتيجي تبص هتلاقيهم اتكوروا كده وقاموا واخدين بعضهم واتطرحوا شمال ويمين شويه قدام عينك. انت شايفهم لسه قدام عينك. عندك رجاله كان واخد اول امبارح راجعين لي 7 في 14 في 3 مقطوع بيهم بره، وجم بعضهم وجم رجاله. صح كده يا عم احمد؟ لا كان اتاخر لكشكي وبنفسجي وحلبي وقعدوا يعني قعدوا مثلا بتوع 5 دقايق 10 دقايق كده وانا عيني عليهم بعد ما اخواتهم جم. وانا عيني عليهم ومسكت يعني اخواتهم دايرين فوقي هنا لقيتهم جايين. بصوا يا شباب كده لازم فدي جرده حلوه طبعا. ما بحبش انا الجرده اللي في منطقتي. طبعا بره انصح. طبعا. بصوا يا جماعه، ده حمام النهارده خد في بلد ثانيه، مش في منطقه ثانيه، في بلد ثانيه. قطع بزغلول من هناك وجايبه وجاي المشوار ده كله ماشي، مش ناقص لي حاجه. يبقى دول حمام رجاله. بقول لك الكلام ده كله ليه؟ علشان اعرفك ازاي تمشي الحمام. تعالى بقى لاخر نقطه. عود دايما ابنك، او عود اللي بيطلع ينش عندك، او عود صاحبك الصغير عنك، او عود زميلك، او عود اي حد، ان فرد الحمام اللي انا مسكته ده مش بتاعي، ده بتاع صاحبي. مفيش حاجه اسمها يا عم احمد. اقول لك حاجه اسمها ابني الصغير لما بيطلع معايا هنا اقول له ده فرد حمام مسكين، وهنتصل بصاحبه وهنرجعه له. هيطلع ونتعود عليه. امال ايه؟ دي امانه. انا بطلع ايه اقول الكلام ده كله ليه؟ عشان حبايبي واخواتي اللي بيتفرجوا عليه. خصمك مسكت منه فرد حمام وجالك لحد البيت ويقول لك فرد الحمام، قول له اتفضل حمامتك اهي، ما تلزمنيش والله انا شبعان حمام، ما يلزمني حمام. شوف بقول لك ايه، خصمك اللي قلبك ومرضيه. حتى لو هو مسك منك حمام ومش عاوز يديهولك وجالك قال لك انا عايز الحمام، قول له خد حمامتك اهي. ما بناخدش حاجه من حد لان ده حرام. وربما جاي هو مع ابنه الصغير، احنا عايزين نعود الاجيال الجديده ان هو ما ياخدش حاجه مش بتاعته. صح كده يا عم احمد؟ وده مش بتاعك وده مش بتاعي فما يلزمنيش. وليد ده فرد غالي، ده فرد بيور، ده فرد كويس، مش بتاعي، مش حاجتي ما تلزمنيش. هنكلم صاحبه دلوقتي وهنتصل عليه يجي يشرفني ياخد الزغلول بتاعه. الله ينور يا عم احمد. يعني انت رايح تمسك لي حمام من بلد ثانيه، يعني انت داخل الدنيا قوي. اقسم بالله انا نزلت من غيبتهم، انا نزلت شلت العلق.
من مشيانهم وغابوا. غابوا يا عم انت بتتكلم في نص ساعه مشيان، والله ده هم العظيم. عدوا اصلا من انا طنطا. قاعد ابص شمال طبعا الرجاله اللي من المنصوره يعرف انا فين، يعني انا في اخر عبد السلام عارف في اخر البلد. هم لو في الاتجاه ده كده يعني هم اول ما طلعوا اتطوروا كده ومشوا كده. كده برضه مش اتجاه البلد اللي هم جايبين لنا الفرد ده، بس الحمام الناس بتبقى جم منين؟ جم من هنا. الناس الرجاله بتبقى فاهمين غلط برضه عن مشيان الحمام. الحمام بيمشي في شكل دواير وكل يوم عن التاني بيوسع الدايره. الناس بتبقى فاهم احمد الحمام مش كده. طب قول لي. انا عندي واحد هو البطل بتاعي هو خلي بالك انا شتمت بسبب الزجل ده والله. يا عم بص بس جرب يعني اتكلمت معايا اتفضل. يا اللي بتقول يا عم انت هتخسر حاجه. لا حط في وسطهم واحد بس يكون واحد ذكي ما يروحش هو ياخدهم ويقوم ماشي نركنهم ولا نركبهم ولا نضيعهم. فرد بيور فرد اهلي جامده. هبوريكم رجاله فرد فرد واقف ركبه عامل كده واقف عامل كده. انا الفرد اصلا واقف خابط في السقف من كتر ركبه فعلا. ماشي تطلع في وسطهم واحد ناصح مش واحد يسلمهم ويتضرب هو كمان معاهم. لا انا بقول لك ساعات ببقى قاعد دماغي بتتقلب اللي هو يرجع ويسلمهم ويمشي ويضيعوا من كتر ما بيجري بيهم فعلا. بقول لك هو طريقه طيرانهم هو قلبهم لي اصلا زواجل. والله يا صاحبي ده بيقول لي والله مره طلعت فيهم 2 زواجل بدروه. بيقول لي والله العظيم كمان مره الاثنين البدروه رجعوا وما رجعليش ولا واحد. بيقول لي بعد 3 ايام ولا يومين قاعد يرجع 2 في 2 في 2. الحمام بياخد حمده ويسافر. بيقول لي انا قاعد جامد كده اقول لهم انتوا وديتوهم فين؟ طب يقولوا بس وديتوهم فين؟ واشمعنى الزجل اللي جاي؟ ان الزجل زي ما قلت لك شخصيته قويه. بيقول لي ورجعوا. بيقول لي ده كانت اصعب طريقه عندي. بيقول لي ما بيلموش مع حد. ما شاء الله. ياخدوا ويقوموا قلبين نفسهم كده ويقوموا طالعين وجاريين. ده النش يا رجاله، ده نش المتعه. لكن هقعد بقى فوق بقى ده احنا بنشوف يا رجاله والله اقسم بالله العظيم بنشوف يعني حوالينا وبنشوف النش دلوقتي اتحول لفطير مشلتت. فطير مشلتت. الواحد اصلا بيقف بيفضل يعمل كده يعمل كده واحد بيدوخ. لا انا متعتي ان انا احط العلم كده واجي ابص مش ما الاقيش فوقي حمام يمشي اتجاهات كده. هيبقى يا حاج احمد الله ينور وتسلم ايدك يا ريس. تسلم ايدك. ماشي. عايز تقول حاجه ثانيه يا احمد؟ انا هخلع. ماشي يا عم احمد اخلع انت وانا هطلع لك بدري ان شاء الله نعمل حلقه وانت مجري شويه الشباب. هتكلم الراجل. يلا خد الرقم بقى عشان تكلمه ويجي يستلم فرد الحمام بتاعه ونعرف فرد الحمام ده كمان هو كان ضايع منه. هقول لكم يا رجاله في الحلقه بتاعت بكره صاحب فرد الحمام هيقول ايه بالظبط، يعني فعلا كان واخدين فيه ولا فرد الحمام ده كان ضايع ولا قصته ايه بالظبط. صاحبه هو اللي يعرف. كان معكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.